اتكلمنا قبل كده عن الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، بس النهارده هنوضح الفرق بينهم وهنستخدمهم ازاي. خلونا ناخد مثال. لو انت في اجتماع مع فريقك ومديرك خلال النقاش انتقد فكره انت طرحتها وطريقته كانت حاده قدام الكل والفريق توتر، انا سايبك في الشركه دي عشان الابتسامه الخرا بتاعتك دي. والله الله يخليك. الله يخليك. فانت لازم ترد وتتصرف بشكل صح. الذكاء العاطفي هنا هو ازاي تتعامل مع مشاعرك الشخصيه، انك تتحكم في مشاعرك وما تنفعلش رغم الاحراج والغضب، وبدل ما ترد بانفعال تاخد نفس عميق وتفكر في الرد بهدوء. تقول مثلا شكرا على ملاحظتك، هراجع النقطه دي واعمل عليها تحسين، ولو في توجيه اضافي هكون ممتن. ايه ده؟ طب ما دي اصيع. انت هنا بتدير مشاعرك وبتسيطر اكتر على ردود افعالك. اما بقى الذكاء الاجتماعي انك ازاي تدير الموقف مع اللي حواليك. الذكاء الاجتماعي بيظهر هنا في فهمك، انت فاهم ازاي تتعامل مع المدير ومع الفريق. روح هقعد يقطع ايه؟ يعني هنرد ازاي؟ هنقول خلونا نستفيد من النقطه اللي اتكلم فيها المدير ونفكر سوا في طريقه نطور بيها الفكره. انت مين؟ ها؟ انت هتواجه الكلام ده لبقيه الفريق وتظهر روح التعاون، وهنا هتوصل رساله ايجابيه للمدير وللفريق. انت بتسمع وبتتعامل بمهنيه، وده طبعا هيدي عنك انطباع كويس. من الاخر الذكاء الاجتماعي هو السوبر باور الحقيقيه لاي حد في البيزنس. تقرا مشاعرهم واشاراتهم الغير مباشره وتتعامل مع اي شخصيه واي موقف. الذكاء الاجتماعي في البيزنس مش رفاهيه، بالعكس ده اداه نجاح اساسيه بتفرق ما بين الشخص اللي بينجح في صفقاته وبين اللي بيتوه في تفاصيل شغله. ما هو محدش بياكلها بالساهل.